السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا المشاهدين الكرام، بعد تداول أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي حول قدوم إعصار نحو المملكة المغربية، فبطبيعة الحال هذا الخبر زائف ومجرد شائعات. يعني بالنسبة لآخر التوقعات النموذجية الرقمية، فإنه من المحتمل أن يتكون بالفعل منخفض جوي عميق، وهو منخفض أطلسي عميق للغاية. يعني تتراوح سرعة الرياح في هذا المنخفض الجوي ما بين 80 إلى 90 كيلومتر في الساعة، وقد تزداد حدة هذا المنخفض إلى درجة عاصفة إن شاء الله. لكن بالنسبة لاتجاه هذه العاصفة، فالعاصفة الأطلسية فمن المحتمل أن يتجه نحو الغرب تماما، لكن سوف يعني يضمحل بشكل كبير جدا ويفقد قوته بعد أن يؤثر عليه المرتفع الجوي الأزوري الذي يصد جميع المنخفضات الجوية الأطلسية حاليا القادمة من المناطق الغربية، وبالتالي لا وجود لخطر ولا حتى لإعصار قادم بالنسبة للمملكة المغربية، سوى استقرار جوي وبعض التأثيرات من السحب الغير المستقرة التي قد تهم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والسهول المجاورة ومنطقة سوس، وكذلك المناطق الشمالية الشرقية. ولا تصدقوا مثل هذه الأخبار الزائفة. وإن شاء الله سنأتيكم بكل جديد خلال الحلقات القادمة إن شاء الله.